تعالي بقى شوفي الجمال اللي هنا ده، عشان دي حاجه تحفه التحف. التمثال ده بتاع الملك بيبي الاول، ابن الملك تيتي مؤسس الاسره السادسه. الملك تيتي اتجوز بنت الملك وناس اخر ملوك، او ونيس اخر ملوك الاسره الخمسه، لان الملك ونيس ما جابش اي اولاد، ما كانش عنده اي اولاد، فبنته الكبرى تزوجت من تيتي، وتيتي اصبح اول ملوك الاسره السادسه. تيتي برضه في بدايه حياته ما كانش بيخلف، لحد ما ربنا رزقه بهذا الملك بيبي الاول. احنا لقينا التمثال ده وجواه التمثال الصغير ده، جواه زي المتريوشكا الروسي كده، اللعبه بتاعت العروسه جوه عروسه جوه عروسه، لقينا ده جوه ده. في بعض الناس مؤمنه ان دوت بيبي الثاني ابن بيبي الاول، وفي ناس بتقول لا ده هو نفس الملك بيبي الاول برضه، كان عامل لنفسه تمثال صغير بيمثل القاب وموجود جوه التمثال كده. ايا كان الموضوع، التمثال عظمته في انه معمول من النحاس، يعني حوالي 2500 قبل الميلاد عرفوا يستخرجوا النحاس ويعملوا تماثيل منه بهذه الجودة. وخدي بالك مفيش أي أثر للحام، مفيش أي أثر لمسمار. إزاي بقى اتعمل ده كده؟ محدش عارف. لازم نعيد معلوماتنا وتفكيرنا اللي مكتوبة في الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ اكتشاف النحاس واستخدامه، لأن عندنا دليل أثري، عندنا دليل أثري بيتكلم عن التاريخ الحقيقي اللي كانوا بيستخدموا فيه النحاس وبيعملوا منه تماثيل بالعظمه دي. معنى كده انه مكتشف ومستخدم من قبل كده بكتير، لان التفاصيل دي، الجوده دي، عدم وجود اي اثر لمسامير او لحامات مجمعه قطع النحاس في بعضها، دي حاجه مدهشه طبعا، دي حاجه ما تتعملش دلوقتي. طب التكنولوجيا دي بقى اتعملت 2500 قبل الميلاد، يعني من 4500 سنه تقريبا. ازاي؟ لما ما كانش عندهم تكنولوجيا، لما كانوا بيطلعوا يصطادوا عشان ياكلوا وبيلموا الثمرات. طب عملوا ده ازاي؟ اسره سادسه نحاس. تفاصيل التمثال رهيبه رهيبه. وبعدين جاي عاملين هنا طريقه وضع العين، في طريقه وضع العين في التمثال، حاجه عجيبه جدا، حاجه في منتهى العجب، شغل عالي جدا وفي منتهى الدقه وفي منتهى الجمال.